السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا عندي الغسالة الفوق اوتوماتيك. لو كلكم عارفينها يعني بجد احلى من الاوتوماتيك بكتير جدا وبتنضف. فانا جيت في مرة بغسل لقيت ريحة الغسيل وحشة، ولقيت فتل كده طالعة من الفلتر، وبفتح الغسالة من الفلتر لقيت المنظر ده. بجد كمية من الوبر بطريقة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا هقلب لكم الموبايل، بصوا شايفين كمية الوبر قد ايه؟ ده كله بتخلي ريحة الغسيل وحشة. طبعا الغسالة ديت انا بعد كده هعمل لكم ريفيو عليها، بس الاول دلوقتي هنضف الفلتر. بصوا شايفين كمية الوبر قد ايه؟ ده كله سادد الخرطوم، وفي نفس الوقت عامل ريحة وحشة للغسيل. فطبعا انا طلعت الفلتر، حطيت كلور، عندي صابون غالية فيه قشر الليمون، فطبعا هينضف كتير جدا. ده الفلتر وسايب عليه مية بس عشان الوبر اللي فيه ده ناشف. بحاول ان انا اخلعه عشان معلش بصور بايد وبغسل بايد. فانا عندي فرشة بدعك بيها الاماكن اللي هي الرفيعة دي اللي الاسبونشة مش بتطول. دلوقتي ده الفلتر الاساسي، شايفين الفرشة الى حد ما بتجيب الحاجات اللي هي ايه صغيرة. شايفين نضيف ازاي؟ لا زي الفل. اي مكان او حتة صغيرة بتلاقي الفرشة بتنضفها على طول. ده بقى الفلتر، هفك الوش منه وهشيل الجراب دوت اهو، وهغسله هنقعه في الكلور والصابون هينضف. وبعد كده ببتدي احط الوشين دول على بعض وهي في النص، واروح ضغط عليها. بحط الحرف بتاع الجراب ده من بره وبروح ضغط عليها. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهو بصوا، دي كلمة توب، دي اللي بتبقى من فوق، بثبتها من تحت الاول وبضغط عليها وبدخلها في جوه. اهي بصوا، فلازم تكون كلمة توب دي هي الناحية اللي من فوق. نيجي بقى ايه للمكان دوت بتاع الخرطوم. هحاول ان انا اغسله بالاسبونشة وبالفرشة على قد ما بقدر. طبعا مية بكلور بإريال بتنضف معايا، اللي بقدر اجيبه بايديا بجيبه، واللي بالفرشة بعمله. كل ما بمد ايديا بيطلع وبر، تطلع الاتساخات دي كلها. بس بعد كده الدنيا هتنضف وهتشوفوا الغسالة يطلع منور ازاي. وعلى فكرة الغسالة دي بستعمل لها مسحوق العادي، مجيبش كارت الخبز 2 كيلو ب100 جنيه، بتكفيني شهر ونص. وبغسل فيها بصراحة الحافظات انتوا عارفينها بيبقى حجمها قد ايه، كبيرة. البطاطين الصغيرة دي عندي 13 كيلو، فمساعداني جدا عن الاوتوماتيك. الاوتوماتيك ما كنتش بعرف اغسل فيها اي حاجة، ودي بنقع فيها بحط لها عجينة اريال والصابون المبشور، وبيطلع الغسيل فيها الابيض زي الفل. وانا بعملها معاملة الغسالة العادية، بغسل الابيض لوحده وبعد كده بحطه في المجفف وارجع اغسل الالوان. وبحط، ما بحطش طبعا كل مره واحده، لا بحط على قد ما بتاخد عشان تنضف. وبعد كده باخد كانها غساله عاديه بالحطه كده، وبعد كده بشطف وبرجع اقطع. دلوقتي انا بحط الازازه في الخرطوم عشان ينضف. انا غسلته بس الاتساخات دي من الداخل من جوه. اه كل ما بمد ايديا بلاقي فيه اتساخات تانية. اهو هشغل بقى كده العصر بس الطرد. طبعا الجزء اللي تحت دوت انا لسه ما شلتوش، بس هشيله بقى تحت ايه، ارفعه لفوق عشان هو متشبك في التمثال. ارفعه لفوق. بصوا برضو
تحت سخنت. بغسلها بقى بالاسبونشة بتنضف. طريقة مية عشان طبعا بتبقى ناشفة. بصوا الخرطوم نضيفه بقى زي الفل ازاي. ده يعتبر تنظيف عميق للفلتر. احنا ساعات بنشيل الفلتر ده اللي هو مكتوب عليه اكتب الحته دي بس وبننضفه ونطلع اللي جواه. لا، ده تنظيف عميق للفلتر بجد يعني. عايزه اقول لكم الغساله حلوه قوي. انا كان عندي الاوتوماتيك وجربتها بس طبعا بعتها بعد ما باظت. انما دي لما انا جربتها بتنضف الغسيل وبتطلع الغسيل ناشف كده بس يتهوى ازاي. ما تنسوش اللايك يا جماعه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا الجزء اللي تحت ده اللبسات في الجنب رفعه كده نزله اهو كده خلاص كده ركب. هي تركيبها سهل جدا. يا رب يا حبايبي تكونوا استفدتوا من الفيديو اهو. بصوا بقى هركب الخرطوم ازاي. طبعا زي ما انا قلت لكم انا بشتغل بايد واحده اهي بس. بنضغط لتحت بس نسمع التكه نظبطها كده ونسمع التكه كده هو خلاص راكب. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم. وانتظروا كمان ريفيو على الغساله. اقول لكم مميزاتها ايه. بصراحه انا بالنسبه لي ملهاش عيوب. هي توشيبا وكنت جايباها ب3500 دلوقتي عدت ال7000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو عجبكم.